السلام عليكم. سنة 2021 في واحد الدوار في النواحي ديال بني ملال مع 6 ديال الصباح. الناس كانوا غاديين للفلاحة ديالهم، سمعوا شي غوات وشي هراج في واحد الدار اللي جات ديريكت على الطريق. شوية هما يشوفوا بنادم طاير في السماء وتخبط في الأرض. الناس مشاو كيجريو لداك البلاصة اللي طاح فيها يشوفوا شنو واقع. كيلقاو واحد الشاب تما طايح، مازال كينازع في الحياة، ولكن الجسم ديالو كله كيبان مدغدغ، يعني ما كاينش امل انهم يقدروا ينقذوه من الحياه. كيطلعوا للفوق كيلقاو واحد الشرج مفتوح في الطروازيام ايطاج ديال واحد الدار اللي واخا في العروبيه ولكن مبنيه بواحد الشكل اللي عصري، يعني تبين لهم باللي راه طاح من تما، لان الطوابق الاخرى ديال داك الدار الشراجم ديالها كلهم كان عندهم شبابك. الناس ديال المنطقه اللي كانوا حاضرين كيعرفوا داك الشاب وكيعرفوا مالين الدار، يعني المفروض انه من بعد ما طاح الناس ديال الدار يخرجوا يشوفوا الدري مالو ولا يعيطوا ليه الاسعاف ولا الجندارم ولكن حتى شي واحد ما خرج. مشاو دقوا في داك الدار، دقوا المره الاولى، دقوا المره الثانيه، عاد خرجت لهم السيده مولا الدار. خرجت كتمسح عينيها، قالت لهم مالكم شو واقع؟ الناس ما بقى حتى شي واحد ينعس. قالوا لها ولدك راه طاح من الدار، واقيلا راه شي واحد لاحو من الفوق ولا ما نعرف، ها هو لتحت راه كيموت. مشات كتجري ليه وبقات كتغوت وكتندب، حتى هي ما عرفات ما دير. ولدها كيموت حداها وما عندها ما دير ليه، كيبان كله مجغجغ كله مهرس، يعني كيتسناوه يموت وصافي. الناس عيطوا للجندارم، عيطوا للاسعاف، وبقاو واقفين كيتفرجوا فيه، حتى شي واحد ما قدر يقيس فيه ولا يمسو. الشاب بقى كينازع الحياه، كيحاول يهضر وما كيقدرش، كيتنفس غير بصعوبه. شويه هما الناس يبان لهم الدم خرج ليه من فمه بكثره وقطع النفس، يعني الشاب مات الله يرحمه. في هذا الاثناء الجندارم وصلوا والناس اللي ساكنين في ذاك الدار كلهم خرجوا باش يهضروا مع الجندارم. الجندارم بداو التحقيق ديالهم، اما سياره الاسعاف اللي كانت وصلت هي مع الجندارم ما لقات ما تساف، لقات السيد مات ولا عطى لاطاه. داز تقريبا شي شهر على هذه الواقعه اللي بالنسبه للناس ديال الدوار وحتى بالنسبه للجندارم كانت مازال غامضه وما لقاوش ليها الحل. الناس اللي كانوا عاوتاني دايزين داك الطريق تقريبا في نفس التوقيت اللي هو الصباح بكري والناس خارجه للخدمه ديالهم وخارجين للفلاحه ديالهم، داك الدار جات على واحد الطريق رئيسيه اللي اي واحد تيدوز منها. بانوا ليهم الناس اللي ساكنين في داك الدار في الطروازيام ايطاج ديال داك الدار كيغوتوا من الشرجم، كيقولوا باغيين يقتلونا باغيين يقتلونا، والدار كلها شاعله فيها العافيه، في السفلي في البروميير وفي الدوزيام ايطاج العافيه كتاكل في الدار، وهما بوحدهم في الطروازيام ايطاج. ما عرفوا ما يديروا لان الدار معزوله ما عندها لا جيران لا والو، والطروازيام ايطاج واخا الشراجم ما عندهمش شبابك ولكن عاليه بزاف، يعني باش غادي يتلاحوا ولا شي حاجه راه غادي يموتوا. شنو وقع في هاد العائله وشنو هي القصه ديال هاد العائله وشكون هذا اللي باغي يقتلهم؟ هاد الشيء اللي غادي نعرفه في هاد الحلقه. الاصل ديال القصه كيرجع لسنوات من قبل. في داك الدوار نيت كان عايش صالح واختو الكبيره والاب ديالو. من بعد الام ديالو ما توفات، صالح كان عنده يلاه 10 سنين. الاب ديالو ما تزوجش، كانت اختو الكبيره هي اللي مقابلاهم، هي اللي كطيب ليهم، هي اللي كتصبل ليهم، هي اللي مكلفه ليهم هي اللي عوضات الام ديالها في داك الدار. من بعد ما صالح دار 15 سنه الاخت ديالو الكبيره كان عندها 20 سنه، تزوجات، مشات لدارها، بقاو غير هما بوحدهم في الدار، غير هو والاب ديالو. الاب ديالو كيفيق الصباح كيمشي للفلاحه ديالو كيقابل شغلو. صالح حتى هو كان مازال كيقرا كيمشي للقرايه كيرجع هو اللي كيطيب هو اللي كيدير كل شيء. ولكن من بعد واحد المده الوالد ديالو قال ليه صافي الله يجعل شي بركه راه غادي نتزوج، اختك اللي كانت مقابلنا راه مشات، حنا ضروري خصنا شي مرا في الدار اللي تقابلنا حنا بجوج. صالح اللي كان عنده في ذاك الوقت يلاه 15 سنه واخا ما كانش عاجبه الفكره، ولكن الاب ديالو ما كانش شي واحد اللي كبير بزاف وهو اصلا ما عندوش مجال ديال المعارضه. الاب ديالو باغي يتزوج ما يمكنش هو يقول ليه لا. وفعلا داكشي اللي كان. الاب من بعد واحد المده قصيره تزوج بواحد السيده اللي غير من داك الدوار نيت اللي حتى هي كان ميت ليها راجلها، خلاها مازال صغيره بلا ولاد بلا والو. تزوج بها جابها لعندهم الدار. صالح كان كيعاملها مزيان حتى هي كانت كتعامل صالح مزيان، ولكن داك الشيء غير في الاول. من بعد واحد المده التعامل ديالها تبدل معاه، واخا هو ما كان كيدير ليها حتى شي حاجه، كاع اللي طلبات منه كيديروا ليها، ولكن كان كيحس بها كتحفر ليه من مورا ظهره. في وجهه راها معاه زوينه،
ولكن في ظهره شنو كيدور بينها وبين الاب ديالو، هادشي اللي ما كانش هو عارفه. واحد النهار من بعد الفطور، الوالد ديالو جا عنده قال ليه شوف اولدي، قال ليه امك دابا راه حامله. قال ليه امي راها ماتت. قال ليه هو مرت باك راه بحال امك. المهم دابا راه حامله وانت راك عارف هنايا راه الضيق عندنا. انت دابا تبارك الله راه كبرتي، كتافك راه عرض من كتافي. قال ليه كاع الدراري ديال الدوار كيمشيو للكازا كيقلبوا تما على خدمه، كاينه الخياطه، كاينه الميكانيسيان، كاينه الصدور، كل واحد فاش خدام، خدام على راسو ومعاون راسو ومعاون والديه. حتى انت دير بحالهم وعاون غير راسك، حنا ما بغينا منك حتى شي حاجه. قال لي الوالد انا راه باغي نكمل قرايتي. هو فعلا كان كيقرا مزيان وكيبغي القرايه ديالو وكيقرا حسن حتى من الدراري اللي كانوا كيديروا الساعات الخصوصيه. هو ما كان كيدير لا ساعات خصوصيه لا والو، كيجتهد غير بوحدو في الدار وكيجيب النقاط حسن منهم. وكان الحلم ديالو هو يولي طبيب، بحال كاع الاحلام ديالنا ملي كنا صغار، ملي كنا كنكتبوا في الانشاء باغي نوليو طبيب، بيلوت، مهندس، محامي. هادو كانوا هما المهن ديال الاحلام. قال لي وراه هضرت معاك، سير تعلم شي صنعه اللي تنفعك. ها ود فلان وود فلان وود فلان اللي كلهم شدوا الباكوريه، شنو داروا بها؟ صالح اللي كان حتى هو كيحلم يشد الباكوريه اللي هي البكالوريا، بقى كيبان ليه هذا الحلم شبه مستحيل مادام الزوجه ديال الاب في ذاك الدار هي اللي كتقرر شنو يدار وشنو ما يدارش، وهي اللي كتحكم في كل شيء. صالح ما رضاش. داك الساعه ناض، هز حوايجو، جمع حوايجو، وقال لهم انا غادي نخلي لكم هاد الدار، وخارج من الدار. هو كان كيتسناهم يشدوه يرغبوه يقولوا ليه لا غير رجع ونعال الشيطان وحنا نعطيوك الفلوس وتمشي على خاطرك ولكن ما شدوهش. غير الوالد ديالو هو اللي تبعو، عطاه واحد 500 درهم، قال لي هذه باش تطلبق في الاول باش تقلب على خدمه باش، وسير الكازا، سير قلب، سير شوف شي دراري كتعرفهم بات عندهم ولا بات في شي فندق. الفندق هو اللي واحد البنايه قديمه كيباتوا فيها الناس، كتكون البيته فيها ب 400 ريال ولا 500 ريال ولا. دابا راه كنهضروا على اواسط التسعينات. صالح اللي تزاد في 1980 في ذاك الوقت هذاك كان عنده تقريبا شي 15 سنه. صالح ملي كان شاف الاب ديالو جاي من موراه سحب ليه جاي باغي يرجعو للدار، ولكن جا غير باش ياكد ليه باللي راه فعلا خصو يمشي. صالح شد من عنده داك الفلوس ومشى، ما ظهرش موراه. صالح شد واحد الطاكسي لبني ملال، ومن بني ملال شد الكار حتى الكازا، كازا اللي ما عمرو مشى ليها غير كيسمع بها. نزلوا الكار في الدار البيضاء، نزل وبقى كيشوف، ما عرف راسو لا فينا هو ولا اين اتجاه غادي يشد. الحاجه اللي كيعرف على كازا من صحابو اللي كانوا خدموا في كازا ورجعوا للدوار هو انه خصو يحضي راسو باش ما ينصبوش عليه وما يبينش انه راه ماشي ولد كازا. مشى لواحد القنت، طل موراه ما لقى حتى شي واحد، جبد داك الفلوس اللي عنده في الصاك، بقى كيحسب فيهم، لقى مازال عنده 400 درهم. قال مع راسو الخير والبركه، غيبدا من داك النهار هذاك النيت يقلب على خدمه. كان هاز معاه غير ساك صغير فيه جوج سراول وجوج صوفيطمات، وتق داك الساك ومشى كيدور من محل محل، ما خلى حتى شي محل، شي محلات اللي هو اصلا ما عرفهم حتى شنو كيديروا ولا حتى شنو كيخدموا. كان كيسولهم واش عندهم شي خدمه ولا لا. كيشد الشارع من القنت حتى للقنت وكيسول فيه اي محل، هو ما باغي يزقل حتى شي فرصه. ولكن في ذاك المناطق الراقيه اللي كان كيسول فيها حتى شي واحد ما كان كيحاشيها ليه، كيطلعوا فيه من الفوق حتى لتحت ويقولوا ليه لا ما كايناش خدمه. مشى كيقلب في المدينه القديمه، اول محل سولو قال ليه واش تبدا دابا ولا حتى العشيه. واحد المحل اللي كيبيع ويشري في الدجاج، الدجاج حي ومذبوح. الخدمه اللي غادي يدير صالح هو انه غادي يذبح الدجاج، يريشو، يسلخو، يحيد ليه مصارنو ويقطعو ويعطيه للكليان اللي غادي يشريه. مول المحل كان عنده واحد الدري اخر هو اللي مقابل ليه ديك الخدمه، ما عجباتوش الخدمه مشى وخلاه اونبان. ملي جا صالح سولو على الخدمه بغى يشدو اليوم قبل غدا، خصوصا ملي صالح عاود ليه الوضعيه ديالو باللي يلاه واصل من واحد الدوار في النواحي ديال بني ملال، ما عنده فين يبات. قال هذا هو اللي غادي يصلح ليا، ما غادي يتشرط عليا، ما غادي يقول لي وسخ، ما غادي يقول لي دم، غادي يخدم وغادي يسكت. قال لي راه مازال ما دبرت على السكنه وما عندي فين نسكن، قال لي ماشي مشكل، قال لي سكن في المحل هنايا حتى تدبر على السكنه. هو ذاك المحل يعني عامر غير بالدجاج والارض ديالو كلها عامره دم وعامره ريش قال لي لا ما تخافش، بات في السده كيطل الفوق كيلقى واحد بحال البالكون ديال الخشب، ولكن هو في وسط المحل داخل. هذيك هي السده، كاين اللي كيدير فيها السلعه، كاين اللي كينعس فيها كيدير فيها القيلوله، وكاين بطبيعه الحال اللي كيكون ناعس في ساكن في المحل ديالو ديال البيع والشراء كينعس فيها. قال لي صافي واخا غادي نبدا معاك اليوم، ولا عرفتي شنو غادي نبدا معاك دابا النيت.
صالح ما سولو لا على الشروط ديال الخدمه ولا على الخلاص ولا شحال غادي يعطيه. صالح حمد الله بعدا غير لقى داك الليله فين يبات وخا يخلصو غير بالماكله ديال كرشو وبالبياته ديالو. قال ليه صافي واخا توكل على الله. داك الساعه صالح دخل المحل كيتمشى في وسط الدجاج اللي كان معمر المحل حتى وصل للبلاصه اللي فيها السده، طلع ليها بالسلوم، حط ساكو، بدل حوايجو، قفض على دراعو وهبط باش يبدا الخدمه. مول المحل ورا لصالح كيفاش كدوز الخدمه، قال ليه شوفني مزيان كيفاش كنخدم وتعلم، حيت اليوم في العشيه راك غادي تخدم بوحدك. جات واحد الكليانه تشري دجاج، قال ليه كتهز الدجاجه وهي حيه كتحطها في الميزان، اللي قال لك كيلو ولا 2 كيلو انت ما يمكنش تجيبها مضبوطه لان الدجاجه ما يمكنش تقطع منها وهي حيه، فانت ديما خصك تنقص ولا تزيد شويه في الثمن. وقرب ليه لودنيه وقال ليه ولكن انت ديما زيد. من بعد ذبح داك الدجاجه، لاحها في واحد البرمه ديال المطايب، خرجها ريشها فتح ليها كرشها قادها صاوبها قطعها عطاها للسيده. قال ليه دابا واخا يبانوا لك المراحل صعاب ولكن من بعد غادي تولف، غادي تحفظ هاد المراحل. وصالح كيتصنت ليه وفرحان، هو ما سحب ليه صالح في الدار، هو اللي كيذبح هو اللي كيسلخ هو اللي كيصاوب كلشي. جات الكليانه اللي موراها، صالح هو اللي تكلف بها، شد الدجاجه عبرها ريشها ذبحها صاوبها قادها في واحد الوقت اللي قياسي احسن حتى من المعلم ديالو. المعلم عجبو الحال، داك الساعه جبد واحد الرزمه ديال السوارت، حيد منها واحد الساروت وعطاه لصالح، قال لي هذا الساروت ديال المحل باش تبقى تدخل وتخرج وقتاش ما عجبك، صافي انت دابا هو اللي مكلف بالمحل. وفعلا داكشي اللي دار، صالح استقر في داك المحل، وخا الظروف ديال الخدمه كانت شويه صعيبه ومكرفصه ولكن حسن من غير ديال باه ومن الفعه ديال مرت باه. صالح استمر في داك الخدمه ولف داك المحل، وحتى المعلم ديالو كان عاجبو الحال لانه كان كيعطيه غير داكشي اللي بغا وقتاش ما بغا، وصالح ما عمرو كان كيعترض ولا يقول ليه شي حاجه. صالح دار بلاصتو في داك الحومه، الناس ولاو كيعرفوه، كيعرف الناس ولفوه كيسولوا عليه الى غاب. اما العلاقه ديالو مع باه ومرت باه فكانت واحد العلاقه اللي بارده. في ذاك الوقت هذاك ما كانوا لا تليفونات لا والو، يعني عند الناس البساط ما كانوش اواسط التسعينات. بالنسبه لهم هما السيد صافي راه دار 15 عام راه ولا راجل، صيفطوه الدار البيضاء، من بعد ما عاودوا سولوا عليه ما عرفوه لا فين مشى ولاش واش واكل واش شارب واش حي واش ميت. حتى داز تقريبا واحد 8 شهور عاد مشى عندهم الدوار، شافوه لابس مزيان والصحه ديالو هي هذيك، عاد تاكدوا باللي راه كلشي هو هذاك. في المناسبه ديال العيد الكبير وصل لقى خوه من المراه الثانيه عنده 3 شهور، خوه اللي ما عمرو شافو، اللي الفرق بيناتهم دابا تقريبا اكثر من 16 سنه. وبقات الحياه ديالو غاديه على هاد الوتيره، خدام في ذاك المحل، والديه كيمشي عندهم غير في العطال ولا في العيد الكبير ولا المناسبات ولا واحد تزوج وواحد مات، كيمشي عندهم كيدي لهم الكادوات في الاول كيرحبوا به كيف العاده، من بعد واحد 3 ايام ولا 4 ايام كيحس براسو بحال الا باغيين يقولوا ليه سير بحالك وما قادينش، حتى هو كيخوي. دازت 5 سنين وهو على هاد الحاله. صالح ولات عنده 21 سنه. واحد النهار جا شي واحد من الدوار من عندهم للدار البيضاء المدينه القديمه، كيسول على فلان الفلاني كيبيع ويشري في الدجاج، خدام في شي محل ديال الدجاج سميتو صالح. الناس جابوه حتى لعنده. صالح غير شافو عرفو، وصل لعنده قال ليه البركه في راسك، قال ليه الوالد ديالك راه مات السيمانه اللي فاتت ودفناه السيمانه اللي فاتت، داركم عرفوني جاي الدار البيضاء وصاوني باش نقولها لك، الا بغيتي تمشي تعزيه ولا تشوف القبر ديالو ولا شي حاجه. وفعلا في ذاك الوقت هذاك والاوقات اللي قبل منها داك الشيء اللي كان، التليفون كان قليل اللي عنده التليفون، باش الواحد غادي يتصل بك وغادي يقول لك باك ولا امك راها ماتت اجي تحضر الجنازه في العشيه ولا شي حاجه، ما كانش. الا كتعرف شي واحد اللي عنده تليفون، وهذاك اللي غادي يتصل به انت حتى هو كيعرف شي واحد عنده تليفون، انت كتصل بهذاك والاخر كيتصل بالاخر وعاد كيمشيو لعنده وكيقولوها ليه ولا شي حاجه. شحال من واحد كان في ذاك الوقت هذاك يكون في العسكر ولا في برا، ولا ملي كيجي فرحان في الصيف وغيتلاقى والديه غيشوف مو كيقولوا له هو ماتت رمضان اللي فات راه دفناها، القبر ديالها الا بغيتي تمشي تشوفو. صالح وصل للدوار 3 سنين ما كمشى لذاك الدوار، كيلقى مرت باه عندها 3 ديال الاولاد، 3 من غير داك الولد الاول اللي شافو هو. 3 سنين باه دار فيها 3 ديال الاولاد. صالح قام معاهم بالواجب، عزاهم، مشى زار اختو، مشى زار الوالد ديالو في المقبره، وحتى الوالده ديالو طبيعه الحال اللي توفات ملي كان عنده 10 سنين. رجع للدار ديال باه، غير رجع مرت باه خرجت ليه واحد الفاتوره، قالت ليه هادشي اللي خسرنا في العشاء ديال باك، الا بغيتي تساهم فيه او لا تكلف به
قال لهم صافي ماشي مشكل، هذاك راه بانا اللي غادي نتكلف. دوز معاهم واحد 3 ايام، قال لهم بالنسبه للورث ما تخموش حتى تبغيو تقسموا على خاطركم، عاد عيطوا ليا انا راه في الدار البيضاء وانتم عارفيني فين كاين. قالوا ليه اين ورث؟ قال لهم الورث اللي خلى با هاد الدار هادي والبلاد الفلانيه والزيتون وكذا وكذا. قالوا ليه باك راه كتب كلشي لولادو، ولكن نتوما لا، راه ما كتب لا ليك لا لختك الكبيره اللي من المره الاولى، كتب كلشي لولادو هادو الصغار. جابوا ليه الوراق وراوهم ليه، فعلا كاتب كلشي لمراتو الثانيه وولادها، ليه هو والختو الكبيره ما خلى ليهم حتى شي حاجه. صالح غير شاف داك الوراق وهو يشعل، انتي نصابه وانتي اللي ضحكتي عليه وانتي اللي خرجتي علينا، وهو ما عمرو كان يتخلى علينا وما دخلتيش لهاد الدار. جات هي عيطات لخوتها اللي كانوا قراب منها، جاو خوتها لاحوه برا من الدار. خرجت هي قالت لي هاد الدار هادي ما عمرك باقي تعتبها، صافي كان باك هنا باك راه مات، انت ما عندك حتى شي واحد هنايا. خوتها قالوا ليه الا بغيتي تمشي بعظامك صحاح دور وتدردب، ما تدورش موراك نهائيا، غبر من هنا. فعلا هو شاف القضيه حامضه وهما 4 بهم، هو غير بوحدو، داكشي اللي دار غبر من تما، وقرر انه ما عمرو باقي يرجع لذاك الدوار، ما عدا الا اختو عيطات ليه ولا شي حاجه. مشى ما كيشوفش الطريق بالغدايد والفقصه، بات عند اختو في الدوار اللي مجوجه وعندها ولادها. لغد ليه عاوتاني شد طاكسي لبني ملال، شاد الكار الكازا بحال ملي جرى عليه باه اول مره ملي كان عنده 15 سنه. قرر انه يكمل حياته في الدار البيضاء وما تبقى عنده حتى شي علاقه بداك الدوار. وكيدوز العام الاول والعام الثاني والعام الثالث وهو مازال ساكن في داك الحانوت، مازال ساكن بين الدجاج، مازال خدام نفس الخدمه اللي بداها هذه تقريبا شي 10 سنين. في هذه الفتره هذه صالح كان وفر شويه ديال الفلوس، مع كان مازال ساكن في داك المحل، ما كيخلص كرا، ما كيخلص ضو، ما كيخلص ماء. البوطه ديما كانه موجوده، حيت البوطه هي اللي كيستعملوها باش كيسخنوا البورمه اللي كيريشوا فيها الدجاج، فتا هو كان كيستعملها للطياب. بالنسبه للماكله مره ملي كان كيعبر الدجاج لشي وحده كيخطف ليه شويه ديال اللحم، ولا ملي كيقطع اللحم قشاوج ديال الدجاج كاين اللي ما كيبغيهمش، الكبده القانصه هادو كان كيخليهم الراس وكيطيبهم، يعني حتى الماكله كانت مضمونه. الفلوس اللي كان كيشد مع مول المحل تقريبا هي كلها كان كيوفرها. واخا هكاك صالح ما كانش كيزعم يخرج من داك الحانوت، يقلب ليه على خدمه اخرى ولا يدير شي بيعه وشريه بداك الفلوس اللي جمع، ولا وخا مول الحانوت الصراحه كان مكرفص عليه ديال بصح. ما هو عايش بحال الناس، ما كيعاملوا بحال الناس، ما كيخلصوا بحال الناس، يعني كان كيحرج عليه الصباح وعشيه. في الاول كان داير معاه الخدمه غير من 7 حتى ل5، من البعد صافي لقى الطريق مسرحه، بقى يخدموا من 7 حتى 7، يعني على الاقل 12 ساعه في النهار وبواحد الثمن اللي هو بسيط. صالح كان كيحس براسو بحال شي عبد في ذاك المحل، ولكن صابر. غير هضره جوج كيجي مول المحل يقول له راه كاين اللي يخدم، الا ما بغيتيش تخدم ها الباب. ولكن في الحقيقه مول المحل ما كانش يقدر يستغنى عليه، ما كان يلقى حتى شي واحد اللي يخدم ليه ديك الخدمه ويستحمل ليه بالو. لكن كان عارف باللي صالح ما غاديش يزعم يخرج من تما، فكان كيستغلو. واحد النهار وهو يجي عنده واحد السيد اللي معروف تما في المدينه القديمه، عنده واحد المحل كبير ديال الصناعه التقليديه، موالف كيجي لعند صالح كيشري من عنده مره 3 مره 4 ديال الدجاجات، هادو غير كيتعشاو بهم ولا كيتغداو بهم. بقى كيشوف فيه، قال ليه صالح شحال في عمرك؟ قال ليه 25 عام. قال ليه واش مجوج، واش عندك شي التزامات هنا؟ قال ليه لا ما مزوج ما حتى حاجه، غير بوحدي وساكن في هذا المحل هذا نيت. قال ليه عندك الباسبور؟ قال ليه لا ما عنديش، ولكن علاش؟ قال ليه راه كاينه واحد البريكول فيه غير شهر ديال الوقت وغادي تاخذ فيه 1.5 مليون. قال ليه شنو هو؟ قال ليه راه عندنا واحد البعثه غادي نمشيو لفرنسا، بعثه ديال الصناعه التقليديه. السيد عنده محل ديال الصناعه التقليديه، وبدعم من الدوله وفي اطار دعم السياحه والتعريف بالمنتوج الثقافي والتقليدي والى اخره. الدوله هي اللي مدعمه، يعني عاطيه فلوس، وهو المفروض انه هو يمشي هو والناس اللي خدامين معاه في اطار واحد المعرض اللي كبير اللي غادي يتقام في باغي في فرنسا، وغادي يقدم تما الصناعه التقليديه. هو كان جامع الناس اللي غادي يمشيو معاه، ولكن شي واحد من داك الناس هو ما كانش فاهم معاه، ما بغاش ياخذوا معاه، بغى يعوضوا بشي واحد، هو ما بغاش يسقل داك الفرصه لانه غياخذ الفلوس من الدوله. فقال صالح قال له الا بغيتي تمشي معنا دير الباسبور بالزربه ندفع ليك ويلا تمشي معنا. قال له نمشي علاش لا؟ قال له ولكن الفيزا راه فيها غير شهر وغادي ترجع، انا راه ما قاد على مشاكل. قال له لا صافي ما تخافش. وفعلا اتفق معاه على الاوراق اللي غادي يوجد ليه. قال له ملي وجد لك الباسبور
جيبوا لي باش ندفع لك. صالح هضر مع واحد صاحبو كان كيجي عنده للمحل في هذا الموضوع. داك صاحبو قال ليه هذه هي الفرصه ديالك، الا بغيتي تنقذ راسك، الا بغيتي تكون المستقبل ديالك، غير توصل تما طير ليهم، هرب ليهم، شوف شي طريقه ما تبقاش تبان تما. ولكن عندك فرنسا راه الا شدوك غادي يردوك للمغرب، فرنسا راه صعيبه شويه. انت ملي توصل لفرنسا هرب ليهم، غادي تكون عندك الفيزا مازال، هرب ليهم وسير للطاليان ولا سير لاسبانيا ولا لشي بلايص اللي كيسهلوا في الاوراق. قال لي الا بغيتي نهضر لك مع واحد ولد خالتي راه كاينه في الطاليان، نعطيك الرقم ديال التليفون ديالو. وفعلا عطاه الرقم ديال هاد ولد خالته في الطاليان، وهي مازالت ما خرجت له الفيزا اصلا. قال ليه سير لعنده وراه غادي ينقذك وغادي يدبر لك على خدمه. وفعلا صالح داكشي اللي دار البلان ديالو انه ملي غادي يوصل لفرنسا غادي يهرب لهم تما، غادي يزهق، ما غادي يعرفوه فين طار. صالح وجد الاوراق اللي طلب ليه، وجد الباسبور، كانت عنده واحد المقابله في القنصليه مشى دارها، دازت واحد جوج ديال السيمانات وهو يجي عنده السيد بواحد الورقه كيوريها ليه وفرحان وكيضحك وقال ليه مبروك عليك راه خرجت لك الفيزا، خذ معك لاكارت وسير خذ الباسبور ديالك من القنصليه. صالح غي سمع داك الخبار بقى كينقز في وسط الدجاج بالفرحه. داك الساعه شد الطاكسي ومشى للقنصليه يجيب الباسبور ديالو. عطاوه الباسبور ديالو، فتحوا لقى فيه فيزا. هو راجع وهو كيحقق في داك الفيزا، كيسد الباسبور، كيزيد شويه كيعاود يفتح الباسبور ويشوف داك الفيزا وكيقراها حرف بحرف حتى حفظها. وراجع في الطاكسي وحاضي مع الباسبور لا يمشي يطيح ليه ولا ينساه في شي بلاصه ولا داك الفيزا تمشي تجرح شويه ولا. رجع للمحل خبى الباسبور في واحد البلاصه مامنه وما قالهاش للمعلم ديالو، كان ربما يجري عليه ولا شي حاجه ما يلقى فين يبات. حتى السيد اللي غادي يسافر معاه قال ليه ما تقولهاش للمعلم. حتى بقى غير نهار الموعد اللي مقرر انه يسافروا فيه، وهو يجي المعلم داك العشيه. مال هاد السطل هنا، مال هاد الميزان موسخ مالو ما وصلش. اسمع السي، انا راه صابر لك على بالك، بغيتي تخدم واداك، ما بغيتيش تخدم غبي عليا، الباب راه عرض من كتافك. هو موالف كيقول لي هاد الهضره هادي 8 سنين ولا 9 سنين. وصالح ديما كيهدن معاه، ديما كيبرد معاه، ديما كيدير ليه خاطرو، لانه عارف هو براسو عارف صالح ما عندو فين يمشي، ما كيعرف حتى شي محل من غير داك المحل هذاك. من النهار اللي جا الدار البيضاء هو معاه. وصالح كيتصنت ليه وكيضحك. في الاخر قال ليه وراك خاطر مع راسك اختي تير المخيتير، هو الاخر سميتو المختار، هو كان ديما كيقول ليه السي المختار او المعلم المختار. والمختار واقف وما مصدقش داكشي اللي كيسمع. قال ليه واش تعرف اش كتقول؟ فين هو الساروت ديال المحل؟ عطاه الساروت، لاح عليه الطبليه، والمختار مازال ما مصدقش. صالح هز ساكو وخارج من المحل، ومول المحل تابعو. وانت غرجع، وانت دغيا تخلقتي، وانت دابا حتى واحد ما بقى يضحك معاك، وقول لنا غا شنو واقع، والا بغيتي الخلصه نزيدوك، ودابا راه تخلي لي الدجاج هنايا، انا الدجاج الا ما تباعش ليا فين غنديرو؟ ضل عنده قال ليه بغيت نقول لك فين غديرو ولكن حشمت. خلاه واقف مصدوم ومشى يبات عند صاحبه. لغد ليه تجمعوا في واحد البلاصه اللي كانوا متفقين عليها كاع داك الشباب وكاع داك الناس اللي غادي يمشيو في اطار داك المعرض ديال دعم السياحه. كراو واحد الكار اللي وصلهم حتى للمطار. وصالح فرحان وما مصدقش الحياه ديالو كيفاش غاديه وكتبدل. داز في الكونترول ديال البوليس، الكونترول ديال الديوانه، طلع الطياره اللي ما عمره طلع ليها، ووصلوا لفرنسا. غي وصلوا لفرنسا ونزل في باريس، تفكر النهار الاول اللي نزل فيه في الدار البيضاء ملي جا من الدوار. وفعلا ملي وصلوا وخرجوا من المطار لقاو الناس كيستقبلوهم، الناس اللي من البعثه المغربيه اللي تابعين للدوله ديال دعم السياحه تابع لوزاره السياحه، هزوهم في الكار وداوهم للبلاصه اللي غادي يبقاو يباتوا فيها، اللي هي على شكل بنايه ولكن كونتونير. كل واحد والبيت ديالو كلها مصوبه من الحديد، قريبه للبلاصه ديال المعرض باش ما يشدوا لا طوبيس لا طاكسي لا حتى شي حاجه. تينوضوا في الصباح تيخرجوا تيدخلوا ديريكت للمعرض. المعرض هو واحد المعرض كبير ديال الفلاحه والصناعه التقليديه من جميع انحاء العالم، من تونس، من المغرب، من مصر، من كاع البلدان السياحيه اللي تما كتقدم المنتوج السياحي ديالها. السيد اللي مسؤول على صالح وراه البيت ديالو فين غادي ينعس، عطاه اللباس اللي غادي يلبس اللي هو واحد جلابه بيضاء، طربوش احمر، بلغه صفراء، يعني لباس مغربي.
قال ليه انت المهنه ديالك هي غادي تشد واحد الركنه وغادي تبقى تصاوب اتاي، عندك واحد الصينيه ديال اتاي وحدك واحد المجمر واتاي مغربي والنعناع وبراد مغربي والناس حداه، يعني في ذاك المعرض هذاك النيت اللي تابعين ليه النيت كيبيعوا ويشريوا بلاغي جلالب صناعات تقليديه. صالح بقى كيضحك وعجبوه الحال، قال مع راسو زوينه هادي، غادي نشد الركنه وغنبقى نصاوب اتاي نشرب منه ونعطي للناس منه ونتخلص 1,500,000 في الشهر. ولكن الاهم من هادشي كله صالح بقى كيخمم كيفاش غادي يدير يهرب. في ذاك الوقت هذاك كان مازال الشاف ديالو اللي مكلف به وصحابه كلهم حاضرين، يعني ضروري خصو يدوز معهم واحد النهار ولا يومين ولا كاع سيمانه في ذاك المعرض باش ما يعيقوش به يديكلاري ولا شي حاجه. وفعلا صالح دوز معهم النهار الاول ناشط في الجناح المغربي في ذاك المعرض في البلاصه اللي خدامين فيها، شاد غير واحد الركنه نهار وما طال هو كيصاوب تما في البرارد ديال اتاي، ملي كيسالي كيعمر واحد الصينيه بالكيسان ديال اتاي وكيدور على الزبائن ديال ذاك المعرض كيعرفهم بالثقافه المغربيه وباتاي وخا بلا هضره، هو غير كيفرق. في النص نهار الثاني شاف باللي الشاف ديالو ما كايناش، السيد اللي مسؤول عليه اللي جابوه من المغرب قال لصاحبو قابل لي معك عافاك هاد الصينيه ديال اتاي انا غادي نمشي غير للطواليت وغادي نجي. فعلا مشى للطواليت بالجلابه ديالو الطربوش حمر والبلغه صفراء، شاف ما كاين حتى شي واحد، مشى كيجري للكونتونير فين حاط حوايجو فين حاط الباسبور ديالو وراقو وفلوسو، هز كلشي وخرج للشارع الكبير كيتبان ليه اول طاكسي شير ليها قال ليه عافاك ديني لاكار. مول الطاكسي حتى هو شافو هكاك لابس بداك اللباس ابيض والطربوش حمار والجلابه بيضاء، قال هذا واقيلا شي شيخ من شيوخ ديال البترول ولا. هبط فتح ليه الباب قال ليه واش نهز معك الصاك، قال ليه لا، جلسوا اللور احترموا ما هضرش معاه نهائيا طول الطريق حتى وصلوا لاكار. ملي وصلوا لاكار كيشوف صالح في المرايه اللور كيبدل حوايجو كيجبد حوايج من الصاك وبدل حوايجو، في الاخر خلصوا وهبط بحالو في لاكار. صالح وخا غير بداك اللغه الفرنسيه ديالو المدعدع اللي تعلم في المدرسه قدر يوصل المعلومه ويتواصل. شرا التيكي ديال التران من باغي لليون، ركب في التران غادي في التران وقلبه كيدق الكونترول ولا فعلا كونترولاوه البوليس كيدوروا في وسط التران، جبد لهم باسبور طلعوا فيه لقاو وراقو هما هذوك الفيزا هي هذيك، رجعوا ليه وراقو وزادوا عاوتاني كيكونتروليو. ملي وصل ليون شد واحد الكار اللي وصلو حتى لطورينو في ايطاليا، تما فين كاينه ولد خالته ديال صاحبو ديال الدار البيضاء اللي عطاه الرقم ديال التليفون ديالو اللي غادي يتلاقاه اللي غادي يدبر ليه على خدمه، ولكن بالمقابل بطبيعه الحال. صالح وصل لايطاليا لطورينو، عيط لذاك السيد فعلا جا تلاقاه، قال لي هاد الليله غادي تبات معايا حتى ندبر لك على سكنه وندبر لك على خدمه ونساعدك الى اخره. مشى يبات معاه. السيد خبرو قال ليه الا بغيتي تصاوب وراقك راه ماشي هنا في الشمال، قال ليه هنا الشمال غير بعد منه، قال ليه سير هبط لك لتحت الجنوب ديال ايطاليا جهه نابولي ولا سيقيليه ولا كاتانيا ولا تما فين غادي تقدر تصاوب وراقك. انا راه كنعرف الناس تما غادي نتفق معهم بشحال راه غادي يدبروا لك على خدمه، حتى الخدمه تما ساهله وما كاين لا كونترول لا حتى شي حاجه، حتى الا حصلوك البوليس ولا الجندارم تما حتى شي واحد ما يأذيك، يعني ما تخافش يرجعوك للمغرب ولا شي حاجه. فعلا داكشي اللي دار، هبط ديريكت حتى للجنوب ديال ايطاليا، وصل عند واحد السيد في واحد الدوار في النواحي ديال كاتانيا في جزيره صقليه. يومين هو هبط بالكار من كار لكار. صالح كيوصل تما كيلقى واحد العالم اللي مختلف على الشمال ديال ايطاليا، كيلقى السدره والكرموس والهنديه وحتى بنادم مختلف وبنادم البشره ديالو حتى هي سمراء بحالنا، وكيبان له داكشي بحال دوارهم بحال النواحي ديال بني ملال فين كان كيسكن في الاول قبل ما يمشي للدار البيضاء. ولكن صالح عجبو الحال، حس براسو رجع للطبيعه ديال الفلاحه وديال البهايم وديال الدجاج وديال الجو ديال الباديه. مشى ديريكت عند واحد السيد تما اللي صاحبه اللي في الشمال كان خبرو باللي راه غادي يجي لعنده، هو اللي غادي يدبر ليه على السكنه، هو اللي غادي يدبر ليه على الخدمه، هو اللي غادي يتكلف به، وتا هو بالمقابل بطبيعه الحال. وفعلا دبر ليه في الخدمه عند واحد العائله اللي خدامين في الخارج، وخا صقليه حتى هي راه طاليان وحتى هي راه كتسمى الخارج، ولكن بزاف الناس في صقليه كيخدموا في المانيا في سويسرا في فرنسا، يعني في الشمال هما ساكنين في صقليه ولكن كيجيو ليها غير من الصيف للصيف، كما حنا كنهبطوا غير في الصيف للمغرب، هما في الطاليان في الجنوب ديال الطاليان ولكن كيرجعوا ليها غير من الصيف للصيف، فهما كيكونوا خدامين في الخارج ديال الخارج.
هذيك العائله عندهم دارهم تما في صقليه، الدار ديال والديهم، عندهم الفلاحه ديالهم، عندهم الزيتون، اراضي فلاحيه، عندهم الغنم تما، يعني النعاج والخرفان الى اخره. ولكن ولادهم كلهم في الخارج، حتى هما مشاو تبعوهم للخارج اللي هي المانيا. وداك الدار بقات خاويه، يعني خاص اللي يقابل داك البهايم ويقابل داك الزيتون، وبالمقابل بطبيعه الحال صالح هذه كانت هي الخدمه ديالو. يعني غادي يسكن فابور في واحد الدار اللي كبيره على شكل فيلا في واحد الباديه بطبيعه الحال، غادي يقابل الغلم اللي كاين تما. في وقت الزيتون هو اللي غيدبر على الناس اللي غادي يصاوبوا داك الزيتون. في وقت الفلاحه ولا الليمون ولا داك الشيء غادي يقلب هو على الناس اللي تا هما مغاربه، هما اللي غادي يتكلفوا بداك الليمون. يعني هو غادي يتكلف بجميع المسائل الفلاحيه. بالنسبه لصالح بطبيعه الحال ما كانش عنده مشكل، لانه اصلا جاي من دوار وجاي من واحد المنطقه اللي فلاحيه. صالح بدا الخدمه ديالو في ديك الفيرما، واخا ما كانوش بقاو عنده الاوراق، الفيزا تسالات، الباسبور حتى هو قرب يسالي. في الاول بطبيعه الحال ما كانوش تايقين فيه لانهم ما كيعرفوهش. ولكن من بعد من اللي تعاشروا معاه غير شويه قبل ما يمشيو عند ولادهم الالمان، عجباتهم الخدمه ديالو. السيد الخدمه ديالو متقونه، ونيت دغيا تعرف تما على مغاربه الا احتاجوا شي حاجه كيجيب لهم مغاربه اللي يخدموا. عجبهم الحال، تاقوا فيه، خلاو ليه السوارت ومشاو عند ولادهم الالمان. صالح باش يصاوب وراقه في ايطاليا عنده غير جوج ديال الحلول. يا اما غادي يتزوج بشي وحده اللي ايطاليه، او شي وحده اللي عندها الاوراق اللي هي اللي غادي تصاوب ليه الاوراق ويدفع الجنسيه، يعني باش يبقى يهبط ويطلع للمغرب عادي. او لا يتسنى حتى تجي شي حمله. بعض المرات الدول اللي فيها المهاجرين سريين بزاف بحال ايطاليا ولا اسبانيا، بعض المرات كيديروا حمله باش كينقصوا من داك الناس المهاجرين، كيشوفوا الناس اللي مندمجين في المجتمع، اللي خدامين، اللي عندهم مده طويله هما في البلاد، كيصاوبوا لهم الاوراق ديالهم. صالح فضل انه يتسنى حتى تجي شي حمله، لانه اصلا عارف هو ما مزروش باش يهبط للمغرب، غادي يهبط حتى شي واحد ما كيتسناه في المغرب. فعلا عنده خوتو اللي هما بالمجموع 4، ولكن ما كيعرفهمش، كيعرفهم غير بالسميات، الا تلقاهم ما يعرفهمش. الانسانه الوحيده اللي كانت عنده مازال في المغرب وعزيزه عليه هي اختو الكبيره، اللي كان مره كيتصل بها، لانها جات في الوقت ديال التليفونات. دابا راه كنهضروا على 2002 2003. صالح بقى مستمر في الخدمه ديالو في داك الفيرما. في سنه 2005 بانت واحد الحمله ديال الناس اللي ما عندهمش الاوراق، كانوا كيصاوبوا لهم الاوراق بداك الوقت. هو منو من الناس، حتى هو جمع اوراقه وتكلف بالمصاريف ودفع كل شيء للمحامي عن طريق المحامي. في ذاك الوقت هذا كل واحد وزهرو، كاين اللي كيدفع نفس الدوسي نفس الاوراق عنده نفس الشروط، كاين اللي كتخرج لهم وكاين اللي لا. هو كان مكلف ليه محامي في الدوسي، خرجوا ليه الاوراق. من بعد واحد الشهرين اتصل به المحامي قال لي خرجت لك واحد الاقامه مؤقته اللي يمكن تهبط بها للمغرب وترجع وتتحرك بكل حريه، ولكن كيشوفوك مازال واش غادي تندمج في المجتمع الايطالي، خصك تزيد تعلم شويه الايطاليه، من بعد ممكن تدفع الاقامه الدائمه ولا حتى الجنسيه الايطاليه. صالح غير خرجت له الاقامه قرر انه يرجع للمغرب، ولكن غيرجع بوقت مؤقت، يرجع يرتاح شويه، يعني ما عندوش مشكل، واحد شهرين ولا 3 شهور ولا شي حاجه. كانت وحش اختو بغى يشوفها. ديريكت مشى للمكتب ديال الطيران، شرى البي ديال الطياره، شد الكار لكاتانيا، من كاتانيا للدار البيضاء، من الدار البيضاء لبني ملال، مشى ديريكت عند اختو اللي كان كيتسنى غير وقتاش يشوفها، وجايب الباليزات عامرين بالكادوات ليها ولولادها، وتا هي كانت كتفتخر به في داك الدوار. خويا في الطاليان، فلانه عندها خوها في الطاليان. وصل لعندها، فرحات به وكبرات به ووراتو البيت اللي غادي يستقر فيه طول داك المده اللي غادي يبقى عندها في المغرب. داك النهار اللي وصل فيه جالسين كيشربوا اتاي وهما يسمعوا الدقام في الباب. خرجات اختو تفتح الباب، شويه هو يسمع شي مراه داخله وتابعينها بزاف ديال الاولاد الصغار وهي داخله زيدوا خوكم راه داخل، زيدوا سلموا على خوكم زيدوا. هو ما كيعرفش هذوك خوتو كاع، مرت باه جايبه كاع خوتو وجايه لعنده، ساقط الخبر باللي راه السيد راه جا من الطاليان وراه رجع وجايين زعما يسلموا عليه. هما ملي شحال هادي كانوا جراو عليه، ولكن دابا صافي راه طلعوا ليه الاسهم، السيد زعما راه في الخارج. دخلوا سلموا عليه، تلاحوا عليه، حتى هو بطبيعه الحال ما عارضهمش، يعني قال مع راسو بغيتي ولا ما بغيتش هذوك راه خوتي. دور معاهم، فرح بيهم، وتا هي زعما راه فرحات به، وجابت معها واحد خينا قالت لهم هذا راه خويا. هو كيعرف داك خوها، كيعرفوا فعلا، كان مازال صغير ولكن دابا كبر شويه، عنده شي 17 18 سنه، وهو دابا ساكن معاها في الدار ديال باه، من بعد ما بقات غير بوحدها وولادها صغار. داك خوها سكن معاها تما، خوتها الكبار خلاص هذوك راه مزوجين وبعائلتهم اللي جراو عليه في الاول من الدار.
بزاف ديال الناس في الدوار كيسحب لهم هاد خوها هذا ولدها ماشي خوها، لانه صغير عليها بزاف، الفرق بيناتهم تقريبا 20 سنه. قالت لي هو ملي مشيتي ما بقيتي سولتي، وهذاك النهار حنا غا ضحكنا معاك غا نشطنا معاك وانت درتيها بصح وغضبتي علينا ومشيتي ما سولتي لا حنا واش واكلين واش شاربين واش هي سحب ليها هو راه تما كيلعب بالفلوس وما لقى ما يدير بهم. ومره كتدفع ليه واحد من ولادها، سير جلس حدا خوك، سير بوس خوك، وهو بحال الا اول مره كيشوفهم، كون كان تلاقاهم في شي بلاصه ما يعرفهمش. ولكن واخا هكاك عجبو الحال وجاه الحنان وختو عارفها لفعه ما بغاتوش يطيح في الفخ. ولكن هو قال ماشي مشكل، يعني الواحد الايام كدوز والواحد كينسى. قالت لي هو ضروري هاد الليله غادي تجي تتعشى عندنا. قال لي صافي واخا ماشي مشكل. فعلا مشاو تعشاو عندهم، رحبوا بهم كبروا بهم، عرفوه باللي مازال ما مزوجش، هما كنسحب لهم تزوج بشي قوريه هي اللي صاوب بها الاوراق، عرفوه مازال عزري. قالوا ليه صافي طاحت ولقيناها غادي نزوجوك، ما غادي ترجع للطاليان حتى نكونوا زوجناك. قال لهم شكون وكيفاش؟ قالت ليه بنت اختي مريم، راك تعقل عليها واقيلا كانت مازال صغيره، دابا يلاه غادي تكمل 18 شهر الجاي وهي الغزاله في الدوار. بغيتها ليك غادي تاخذها، بغيتها غير ليك، كلشي كيتمناها في الدوار، ولكن انا بغيتها لولد راجلي الخو ولادي، بغيتها لعائلتي. قال لها وصافي نتوكلوا على الله. واختو غير كتشوف كتقول اش كيقول هذا. داك الساعه مرت با هضرات مع خوها قالت ليه عرفتي اش غدير؟ سير عيط ليها دابا، عيط لخالتك وعيط لبنتها وقول ليها جيبيها معك. قضيه باينه. داك الساعه نيت مشاو عيطوا ليها وجات هي غادي تجلس معاهم قبل حتى ما تقرر اختو باش تهضر معاه ولا باش تحضروا ولا باش. غير وصلت هي وبنتها، صالح شاف بنتها عينيه خرجوا فعلا كيف ما كانت كتوصف ليه. البنت زوينه، البنت يعني اي واحد يقدر يتمناها في داك الدوار، وهي جات واجده موجوده. قال مع راسو علاش لا. وصلوا سلموا عليه جلسوا حتى هما كيعرفوه. غير جلسوا اختها قالت ليها وما قلتلكش عندي لك واحد الخبر زوينه، صالح راه بغا يخطب مريم بنتكم. واختو غير جالسه وكتشوف وهو ما كيدير حتى شي رده فعل، وكتقول مع راسها اش كيوقع هنا. جا هو قال لهم بصح من دابا 3 ايام ولا 4 ايام ان شاء الله غادي نجيو عندكم وغنديروا الخطوبه رسميه ومرت باه قالت لهم شوفوا وما تخموش، اما داكشي ديال الصداق وديال الخطوبه والمصاريف ديال العرس هو اللي غادي يتكلف بهم كاملين، اللي طلبتوا ليه غادي يقول لكم هو غير جالس كيشوف واختو حتى هي غير جالسه كتشوف، حتى هو ما دار حتى شي رده فعل، غير كيهزز راسو زعما بصح داكشي كاين. وفعلا داكشي اللي كان. من بعد ما خرجوا من عندهم اختو حاولت تقنعو حاولت تردو، ولكن والو. هو من بعد ما شاف داك مريم قال لها من مريم ما نخلق، صافي بغيت انا مريم. من بعد واحد 3 ايام ولا 4 ايام مشى هو واختو تقدموا لها الخطبه، وفعلا عطاهم داكشي اللي طلبوا ليه النيت كيف ما وصاتهم مرت بواه. دار معها حتى عقد الزواج، ولكن قالوا ليه البنت ما غادي نعطيوها ليك حتى دير العرس. من بعد واحد مده قليله جات عنده مرت باه، قالت ليه راه واحد الدار كتباع حدا الطريق، مولاها راه غير مزير فيها واحد الدار زوينه ورخيصه وعلى 3 ديال الطبقات، شريها حنا غادي نسكنوا فيها، حنا اللي غادي نقابلوها ليك، انت ملي غادي تبقى تجي من الطاليان من الصيف للصيف غادي تلقاها واجده موجوده مقاده، انا وخويا وولادي غادي نقابلوها ليك غادي نسكنوا فيها، ومرتك خليها عندنا تما في الدار. قال لها مرتي الا كنت غادي نزوج بها راه غادي نديها معايا للطاليان. قالت لها اش كتخربق، تدي البنت تما غادي يتفتحوا عينيها ويخرجوا رجليها الشواري، خلي البنت هنايا وتبقى تصيفط لها المصاريف ديالها لعندي، انا اللي غادي نتكلف بكل شيء. بقى كيخمم قال لها حتى هذه فكره زوينه. واختو حتى هي غير واقفه حداه وكتشوف فيه مضبع غير اللي قالوا ليه كيقول لهم وفعلا صالح شرا داك الدار اللي كانت بواحد الثمن اللي رخيص بزاف، وجات على الطريق وحيت مولاها كان مزير. الزوجه ديال الاب ديالو ولادها سكنوا في الطابق السفلي. قالت ليه الطابق اللي الفوق غادي نخليوه لخويا، راه حتى هو غادي يتزوج يجي يسكن فيه ويبقى يونسني انا وولادي وحتى تجي انت من الطليان، والطابق العلوي يسكن فيه انت ومرتك مريم. جا هو قال لي صافي واخا ماشي مشكل. فعلا داكشي اللي داروا. من بعد ما تزوج صالح جاب مراته وسكن هو وياها في الطابق الثالث، الطابق الوسطاني بقى خاوي على اساس ان خوها غادي يتزوج وغادي يجي يسكن فيه. صالح فرش لهم الدار من الفوق حتى لتحت، طلع هو ومرته سكن في الطابق العلوي وفرحان بالحياه ديالو الجديده، وقال دابا عاد ضحكت لك الايام يا صالح.
في الاول كان مبلاني يدوز غير شهرين في المغرب، ولكن ملي جا تما واستحلى العيشه والمراه جديده والدار وكلشي كيرحب به وكلشي مكبر به، بقى 5 شهور هو جالس في المغرب، عاد رجع لطاليان. خلى مرته معاهم كيف ما كانوا متفقين، ساكنه بوحدها في الطابق العلوي، ورجع لطاليان. كيصيفط لهم المصاريف، كيصيفط لهم الماندا من الشهر للشهر، كيصيفطها لمرت باه، هي اللي كتكلف بالمصاريف ديال الدار بولادها وبمارتو والضو بالماء، وهو غير كيخدم ويصيفط. دوز غير 6 شهور في طاليان ورجع للمغرب عاوتاني. غير رجع قالوا ليه مرتك راه حامله في الشهر السادس ولا السابع، حتى هو ما قداتو فرحه، وقالوا ليه باللي خوها اللي ساكن مع خو مرت باه غادي يتزوج هذا الصيف، زعما الا بغيتي تكبر براسك وتساهم والناس ديال الدوار يعرفوا السيد راه في طاليان ولاباس عليه وهو اللي ساهم، حتى هو بغى يكبر براسو. قال لهم ما تخموش، بغى ضروبه ولا عجله ولا خرفان ولا شي حاجه انا اللي غادي نتكلف. واخا هو داكشي راه فوق الطاقه ديالو، يعني هو راه ماشي كيلعب بهم، ولكن حتى هو خصو يدفع براسو يكبر براسو. وفعلا هو اللي تكلف ليه بكاع المصاريف ديال العرس، ومن فوق هذا الشيء جابو يسكن عنده في الدار، في البارتمان الوسطانيه في وسط الدار اللي كانت عنده مفرشه وخاويه، على اساس انه غادي يسكن مع مرته تما، هو اللي غادي يكون الراجل ديال الدار، هو اللي غادي يحميهم بين الله ما يجي صالح من طاليان. صالح بقى مع مرته في المغرب حتى ولدات ليه واحد البنيته سموها الهام. صالح ولا الدار عنده عامره وكان عاجبو الحال، ولا كيحس بالحنان والدفء العائلي. هو ومرته وبنته ساكنين في الطابق العلوي، خو مرت باه ومرته ساكنين في الطابق الوسطاني، واحد البرهوشيه كان يلا عنده شي 18 ولا 19 سنه، والزوجه ديال الاب وولادها ساكنين في الطابق السفلي. صالح رجع لايطاليا وبقى غادي مستمر على هذا السيستم. كان عجبو الحال في المغرب، ولكن ما قدرش يستغني على ايطاليا، فكان كيدوز 6 شهور في المغرب و6 شهور في ايطاليا، وكيدوز العام الاول والثاني والثالث وكيدوزوا اعوام واعوام. صالح كانت عنده غير بنت وحده اللي هي الهام. مرتو ما عاودت ولدت ليه لا بنت لا ولد، هو ما سولهاش، هي ما سولاتوش، ما دوزوش، خلاوها هكاك. كانت عندهم بنت وحده حمدوا عليها الله، وهو بنته هذه كانت عزيزه عليه لاقصى درجه، كانت هي عينيه، كانت اي حاجه طلبتها ليه كيجيبها ليها، واغلب الاوقات ملي كيكون في المغرب كيدوزهم مع بنته. والمصاريف ديال الدار كلها هو اللي كان مكلف بها، المصاريف ديال مرت باه ديال خوتو الاخرين حتى ديال خوها اللي كان مره كيخدم، انا ما لقيتش خدمه، انا جراو عليا من الخدمه، مره كيدير السبه، لقات من الراحه مزوج واكل شارب ساكن، حتى هو كان كيصرف عليه. حتى كتوصل سنه 2021 البنت الهام كيولي عندها 15 سنه، الاب ديالها اوائل الاربعينات، عايش حياته هاني، متفاهم مع الزوجه ديالو، متفاهم مع كاع الدار، يعني ما عندهم حتى شي مشاكل نهائيا. واحد المره كيف العاده في الاخر ديال الصيف قال لهم راه غادي يرجع للطاليان، سلم عليهم توادع معاهم بحال ديما، مشى لبني ملال شد طاكسي لكازا على اساس باش غادي يمشي للمطار وغادي يرجع في حاله. صالح وصل للمطار مع 2 ديال الليل على اساس انه عنده الطياره تقريبا مع 6 ديال الصباح. يلا وصل للمطار كيقلب على الباسبور ما لقاهش، بغى يتصل بالدار باش يسولهم على الباسبور واش كاينه تما، ولكن كان الوقت مؤخر، هو متاكد راه الباسبور راه نساه في الدار، لانه حتى الاوراق وداكشي كلهم خلاهم في الدار. الطاكسي اللي جابو كورصه حتى للمطار قال ليه عافاك دابا غادي ترجعني حتى للدار، حتى النواحي ديال بني ملال. فعلا داكشي اللي دار، ما جا فين وصل حتى للدوار، حتى كانت تقريبا شي 5:30 ديال الصباح. وصل للدار لقى كلشي مازال ناعس، بطبيعه الحال هما عاقدين عليه باللي راه السيد دابا راه يكون في الطاليان. فتح الباب ديال الدار غيب شويه باش ما يفيق حتى شي حد، طلع ديريكت لبيت النعاس ديالو في الطروازيام ايطاج. بيت النعاس هو ما موالفينش يسدوه، ولكن بغا يفتحو ما تفتحش ليه، يعني راه مسدود من الداخل. السارود ديال بيت النعاس هو ما عندوش، دق في الباب، هو يسمع راجل عاد بحال اللي فايق من النعاس، وقال له شكون، وشويه هو يسمع الصوت ديال مرته، حتى هي قالت شكون. قال لهم كيفاش شكون اللي هنا داخل، شكون اللي هنا داخل، افتح السي افتح، وبقى كيهرس عليهم الباب. اللي كان عند مريم في بيت الناس هو خو مرت باه، دابا كنقول لكم خو مرت باه، ما بغيتش نكثر عليكم في الاسماء. هو اللي كبر معاهم في الدار، هو اللي دار ليه العرس، هو اللي ساكن عنده في البارتمان الوسطانيه في ذاك الدار، واللي عنده هاليا يعني حاليا في هذه الفتره هذه 3 ديال الاولاد من المراه اللي تزوج بها.
كان كيخلي مرتو ناعسه في بيت الناس وكيخرج كيقول لها غادي نمشي عند صحابي ولا غادي نطلع للسطاح ولا غادي نمشي نعس في بيت اخر ولا شي حاجه، وكيطلع ينعس عند مريم. يعني سنوات وسنوات. اختو اللي هي مرت باه ديال صالح كانت عارفه بالقصه وكانت فايته حصلات وماشي مره وماشي جوج، وكانت عارفه لا علاقه بديك البنت اللي هي مريم قبل حتى ما يتزوج بها صالح. ولكن هي بنت ختها وهو خوها، كانت كتعيا ما تخاصم عليه وتقول ليه بعد منها غادي تجيب لينا الصداع وفي الاخر خلاته ما بقاتش تديها فيه كاع، تقول ليه دير اللي عجبك. المهم ملي صالح دق عليهم وسمعوا الصوت ديالو، عرفوا الصوت ديالو، تصدموا، ما عرفوا راسهم باش تبلاو. هما كانوا كيتسناو السيد غيوصل للطاليان وغادي يعيط ليهم ويقول لهم راني وصلت بحال ديما، حتى كيجيو كيدق عليهم. هما بلا ما يشعروا فاقوا من الناس مقلوبين دايخين، قالوا شكون بجوج بالصوت ديالهم. هو عرفوا راهم لداخل، بقى كيهرس عليهم الباب. مريم بقوه الصدمه والخلعه تلفات، ما عرفات ما دير. حمد تا هو تلف اكثر منها، قال لي لا دخل علينا هنايا اما غادي يطيح شي روح ولا غادي يقتلني ولا غادي نقتلو. هو سمع شي صوت ولكن هذيك تلقى ليها شي حل، تقول له تليفون ولا شي حاجه نحاول نهرب. ولكن كيفاش غادي يدير هرب؟ طل من الشرجم طروازام ايطاج، يعني ما يمكنش ينقز. طلع للجنب كيلقى واحد القادوس هابط من السطح، واحد الجعبه اللي كتهبط الماء ديال الشتاء. قال هو غادي يشد في داك القادوس وغادي يتسلق لتحت حتى البروميير ايطاج اللي هو ساكن فيه، وغادي يدخل الشقه ديالو وعاد غادي يطلع من عنده من الدروج من الجهه الاخرى وغادي يقول له مالك ولا علاش كتقلب ولا بحال اللي زعما غادي يقولبو. ملي صالح غادي يدخل بيت الناس غادي يلقى غير مرتو تما، يقول لها ديالاش هاد الصوت، غتقول ليه كنت فاتحه التليفون ولا شي حاجه. ولكن حمد غير خرج من الشرجم وشد في داك القادوس وهو يهبط هو وداك القادوس، لان داك القادوس ما كانش مصاوب مزيان. صالح ملي كان في الطاليان كان كيصايفط لهم الفلوس، كيقول لهم شريو احسن حاجه اللي يصلحوا بها الدار. حمد هو اللي كان كيمشي يتقضى الحاجات ديال الدار وهو اللي شرى داك القادوس، كان كيشري ارخص حاجه غير يشد فيه وهو يطيح به. مريم شافت حمد طاح، داك الساعه ما بقى ما يتخبى، مشات فتحات الباب. صالح دخل بقى كيضرب فيها شكون هو هذا، شكون كان معاك، كيطلج هو من الشرجم كيبان ليه السيد طايح. الناس شافوه جاو دقوا على اختو الكبيره، الناس كان سحب لهم هذيك هي الام ديالو، خرجت لعندو عيطوا للجندارم ترونات القضيه، عيطوا لهم يحقوا معاهم. كلهم عاودوا لهم داكشي اللي وقع بالتفصيل، حتى الجيران اللي شافوا السيد طاح، وكاين اللي شافوا كان مازال لاصق في داك القادوس قبل ما يطيح، يعني راه حادثه حتى شي واحد ما عنده دخل فيها. احمد قتل راسو بيدو بلا ما يعيق. الجندارم داوهم معهم كاملين، ولكن من بعد صالح والعائله ديالو صيفطوهم يمشيو بحالهم، حتى مرت باه وولادها حتى هما مشاو بحالهم. الزوجه ديال صالح شدوها عندهم بتهمه الخيانه الزوجيه، والحادثه ديال احمد تسجلت على انها حادثه، هو قتل راسو بيدو، يعني ما حتى شي واحد ما متهم فيها. خلال التحقيقات عند الجندارم صالح كان حاضر على الزوجه ديال باه كتقول لهم باللي هي كانت عارفه هذه القصه ديال الخيانه، وشهدات في بنت ختها وقالت لهم عيات ما تهضر معاه، ولكن في الاخر قالت له صافي دير شغلك دير اللي عجبك. صالح من بعد ما سمع هذه القصه مشى بغى يخرجها من الدار هي ولادها، وحتى مرت حمد اللي كانت مازال ساكنه عنده في الدار. مرت حمد اللي مات، مرت باه غادي دير ليه نفس القصه اللي دارتها ليه هذيك اكثر من 20 سنه. جابت ليه خوتها المحابسيه داخلين خارجين للحبس، عندهم كل شيء زايد ناقص، كتدور معاهم ولا شي حاجه كيديروا داك الشيء اللي بغات. بغاو يجريو عليه حتى هو ما بغى لا صداع لا والو، جاو ليه بالهراوات والزراوط والماس قال لهم صافي انا غادي نمشي عند المخزن، نتوما الا بغيتوا الدار بقاو فيها حتى يخرجكم منها المخزن، لان الدار اصلا في سميتو. خلاهم كلهم ساكنين فيها حتى بنته بقات معاهم تما. مشى ديكلارا بهم ورجع يسكن مع اختو. داك الليله نيت جات عنده بنته الدار ديال اختو، قالت ليه راه بغيت نهضر معاك. قالت ليه حتى انا ما تقلقش مني، ولكن هذه القصه هذه راني كنت عارفها شحال هذه وكنت شاكه فيها وكنت خايفه نهضر معاك وانت هو با وانت هو اللي عزيز عليا، وانا كنت خايفه كنت دير تحاليل ولا شي حاجه ونصدقوا في شي مشاكل وانا ما بغيتش نضيعك وانت هو اللي عزيز عليا والى اخره. صالح غير سمع كلمه تحاليل وهي تعليه البوله في الراس. بنته قالت لي انا بغيتك انت، انا ما بغيتش امي غادي تدخل الحبس تستاهل،
داكشي اللي غادي دير ما سوقيش، ولا شنو غادي يوقع ليها ما سوقيش فيها انا نهائيا. داك العائله الاخرى انا ما بغيتهاش، انا جيت لعندك لهنا انت وعمتي وبغيت نبقى معاكم. قال لها صافي واخا. هو فعلا بنته كانت عزيزه عليه لواحد الدرجه حتى شي واحد ما يقدر يتصورها. دخلها لعنده، قال لها بنتي انا ما غاديش نخبي عليك. قال لها انا قررت باش ندير تحاليل باش نشوفك فعلا واش بنتي ولا ماشي بنتي. قال لها ولكن في كل الاحوال انت غادي تبقاي بنتي، وخا يخرجوا التحاليل ونعرفك باللي انت ماشي بنتي، انت غادي تبقاي بنتي. بجوج جاتهم البكيه وتعانقوا، وقالت له انت غادي تبقى با، ولكن نديروا هاد التحاليل. مشاو هو وبنته للدار البيضاء، دورها في الدار البيضاء وجلسوا تما في واحد لوطيل وداروا التحاليل في واحد السونتر وبقاو كيتسناو. عيطوا ليهم، مشاو وبجوجهم قلبهم كيدق باش يعرفوا النتيجه. كيجي الطبيب وقال له للاسف باحتمال ديال 99.9999 هذه راه ماشي بنتك. بجوج تصدموا، ولكن ما كانوش متفاجئين لانهم كانوا متوقعين تقدر تكون هكا تقدر تكون هكا. بجوج تعانقوا، هي كتقول لي انت غادي تبقى با، هو كيقول لها انت غادي تبقاي بنتي وما غاديش نتخلى عليك ولكن بقى فيهم الحال. شنو دارت امهم؟ ماشي امهم بجوج وانما الام ديالها. داك الساعه مشاو لبني ملال، مشاو عند واحد المحامي عطاوه النتائج ديال التحاليل اللي هو اللي غادي يتكلف لهم بالقضيه ديال الخيانه الزوجيه باش ياكد لهم باللي فعلا الزوجه ديالو كانت كتخونهم. المحامي قال له شوف، قال له الولد راه للفراش. قال له انت واخا هذه دابا يعني التحاليل كياكدوا بان هذه راه ماشي بنتك، ولكن في نظر القانون بغيتي ولا ما بغيتيش هذه راها بنتك، هي اللي غادي تورث فيك، وانت اللي مكلف بالمصاريف ديالها ومكلف بالنفقه ديالها ومكلف بكل شيء ديالها، واخا هي ماشي بنتك. هذا هو القانون، ما عندنا ما نديرو. وفعلا هذه القضيه هذه راه واخا تصدمكم، راه هذا هو القانون. القانون حسب الشريعه الاسلاميه ان الولد للفراش، يعني في جميع الدول العربيه. المغرب المدونه الجديده والقانون الاخر الله اعلم، ربما يقدروا يبدلوا فيه شي حاجه، ولكن راه واخا مرتك تخونك وانت تمشي دير تحاليل وتلقى 5 ديال الاولاد اللي عندك منها كلهم ماشي ولادك، غادي يجي القانون غايقول لك لا، انت مزوج بها وملي تولدوا انت كنتي مزوج بها، هذوك الاولاد راه غادي يورثوا فيك، وانت اللي غادي تصرف لهم على المدرسه، وانت اللي غادي تكلف بهم، والا طلقتي امهم واخا هما ماشي ولادك انت اللي غادي تكلف لهم بالنفقه. علاش؟ الله اعلم. قال لك اسيدي تبع الشريعه الاسلاميه هكا ان الولد للفراش. نقولوا سيدي هذه 1400 سنه ما كانوش تحاليل، بنادم ما كانش متاكد واش فعلا هذاك ولد فلان ولا ماشي ولد فلان، فباش الواحد يحيد الشك وما يضيعش داك الدراري قال لك الولد للفراش. هذه نفهموها، ولكن دابا يعني كاين الADN، كاين بزاف ديال التحاليل اللي كتاكد 100% انه واش فلان ولدك ولا ماشي ولدك، وانت عندك 5 ولا 6 ديال الاولاد انت عارفهم ماشي ولادك وجالس كتصرف عليهم، يعني ماشي منطقيه. كاع داك الخير اللي كان كيدير صالح في مرتبه وفي ولادها وفي داك خوها البغل اللي كان ساكن عنده فابور لا خدمه لا ردمه، زوجو سكنو وداير فيه الخير، رجع ليه بالشر. هما كانوا لقاوه ساهل، واللي طلبوها ليه كيقول لهم عاد زادوا تحمسوا وطعنوه في ظهره. اما الواحد هو اللي يتبع المثل اللي كيقول الا كان صاحبك عسل سدو واستريح. كون كان سالا معاهم من الاول ما كانش كاع يوصل لهذا المواصل. صالح من بعد المحامي ما قال له داك الهضره، صالح قال له انا ما عنديش مشكل، قال له انا عندي غير بنت وحده في الدنيا هي هذه، هي حتى هي راه باغياني انا نكون باها، انا راه باها بالقانون ولا بلا قانون. صالح وبنته رجعوا عند اختو للدوار، ماشي بنته جينيا ولكن بنته في الوراق. الهام اللي دابا عندها 15 سنه ما بغاتش تسرط ليها انهم ضحكوا عليها، كتهضر على الام ديالها والعائله ديالها الاخرى. الليل كامل وهي كتفكر في الانتقام، باش غادي تنتقم من امها ما يمكنش لان الام ديالها مازال في الحبس. قررت هي تنتقم من كاع هادوك اللي مازال ساكنين في داك الدار ديال باها اللي ما بغاوش يخرجوا. فشنو غادي دير؟ مع 5:30 ديال الصباح مشات هزات واحد البيدو ديال ليسانس كيستعملوا الراجل ديال عمتها في الطوموبيل ديالو مره ملي كيخوى ليه ولا شي حاجه. هزات واحد البريكه ومشات للدار ديال باها اللي كبرات فيها، عندها هي الساروت ديال الدار، حلات الباب، كلشي كان مازال ناعس. دخلت لوسط الدار، رشات كلشي بليسانس وشعلت العافيه وخرجات لبرا وسدات الباب. غير هي سدات باب الدار موراها بالساروت وهما يفيقوا.
سمعوا الباب كتسد، كينوضوا كيلقاو العافيه، ناضوا كيتجاراو كلهم طلعوا للطروازيام ايطاج، شي طلع للسطح. المهم هربوا من العافيه. العافيه بقات شاعله في السفلي وطلعت حتى البروميير ايطاج. الناس اللي كانوا دايزين من تما شافوهم في الطروازيام ايطاج وفي السطح كيتغاوتوا، عتقونا باغيين يقتلونا، عتقونا. داك الساعه جاو هرسوا الباب، جابوا الماء، طفاو داك العافيه، سيطروا عليها وهبطوا الناس. حتى شي واحد فيهم ما تقاس. قالوا ليها واش نعيطوا للجدارميه؟ قالت لهم لا، هي عارفه شكون هو مول الفعله. غادي يكون اما صالح او لا بنته. هما باش يهربوا من الصداع وعارفين الفعايل اللي داروا فيهم بجوج. قالت لهم لا، قالت لهم انا غادي نرحل من هنا، غادي نهز حوايجي وغادي نرجع للدار ديالي القديمه اللي هي ديال راجلها. الهام رجعت عند باها، لقاتو مازال ناعس. عاودت لي شنو كاين، عاودت لي شنو دارت. حتى هما مشاو كيجريو لذاك الدار، لقاو الدار شاعله فيها العافيه ولكن حتى شي واحد ما تقاس. خرجوا. البنت جات لعند السيده، قالت لها انا اللي شعلت فيكم العافيه، انا اللي كنت باغا نقتلكم. قالت لها الا بغيتي ديكلاري ديكلاري قدام الناس، ولكن ما مشاش ديكلارات. من بعد سولوها الناس وتا الخبر، تا الجدارميه ساقوا الخبر، جاو سولوها قالت لهم لا، راه غير واحد البوطه تفرقعت في الكوزينه وشعلت فينا العافيه، ولكن راه خرجنا منها سالمين. مرت الاب تحولت من داك الدار. جاو خوتها عاونوها، هزوا معها الحوايج اللي مازال ما تقاسوش بالعافيه، مشات بحالها. صالح صلح داك الدار من الفوق حتى لتحت عاوتاني والاثار ديال العافيه وباعها. جاب بنته لعندو، بقى ساكن واحد المده قصيره عند اختو. من بعد مشى للطاليان، قدم الاوراق لبنته لان كانت مازال قصير باش يجيبها لعندو لانها مسجله في سميتو فعلا. جابها لعندو لايطاليا. الطليقه ديال صالح تقدمت للمحاكمه وتحكمت بعام ونص ديال الحبس. من بعد ما خرجت من الحبس بغات تمشي عند والديها اللي ما قبلوهاش لان كانت تما فضيحه في الدوار، فقررت هي انها تمشي لكازا وتقلب على خدمه وتبدا الحياه ديالها من جديد. بنت صالح معاه في الطاليان، كابره معاه لحد الان. القصه حقيقيه 100%. شنو وقع لمرت صالح او الطريقه ديال صالح لحد الان الله اعلم، لان تا بنتها ما عندهاش علاقه معها. كاينه واحد الجزئيه في القصه اللي ما عرفتش واش غادي تكونوا لاحظتوها ولا لا، واللي حتى انا استغربت فيها في الاول ملي سمعت القصه من مولاها. وهي ان مريم بنت اخت الزوجه ديال الاب. يعني المفروض ان احمد اللي كانت كتعاشر معاه يكون هو خالها، ولكن لا، لان احمد والزوجه ديال الاب ماشي شقاق. لان الزوجه ديال الاب عندها خوتها من باها ومراه اخرى، وختها عندها خوتها من امها وراجل اخر. وهذه هي القصه ديال اليوم. الى عجبتكم القصه بحال ديما ما تنساوناش باللايك، ما تنساوش الاشتراك في القناه للناس اللي مازال ما مشاركينش باش يوصلك كل جديد. ما تنساش التعليق على القصه والتقييم ديال القصه بحال ديما من 1 حتى 10. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.